حلقتنا النهاردة عن حواوشي البطاطس. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والطعم بتاعه فيه منتهى الجمال، ينفع لجوع آخر الليل. ولو ما عندكيش حاجة تقدري كده بقى رغيف عيش وتقدري تجهزيها في ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مقاديرنا عبارة عن بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم، معانا كده بيضتين، بصلاية مفرومة ناعم، قرن فلفل رومي مع كمية من البقدونس كله كده مفروم ناعم. معانا بقى بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل اسود ورشة من الكمون. كمان معانا كاري وكركم، ولو حابة تضيفي كده بهارات بهارات سبعة ضيفي كمان. معانا كمان هنا جبنة موتزاريلا. بجيب البطاطس المهروسة ناعم وابتدي ان انا احط عليها البيضتين مع البصلاية المفرومة، واضيف كمان قرن الفلفل الرومي مع كمية من البقدونس، واضيف كل البهارات بتاعتنا بالطريقة دي، وابتدي اقلب الخلطة كلها كده خلطة كده كويسة كده مع بعضها. خلاص كده هي بقت جاهزة معانا كده الخلطة بتاعتنا اهي. كمان هيكون بقى معايا عيش بلدي، وكمان معايا جبنة اللي هي الموتزاريلا او جبنة رومي، ومعايا كمان قرن فلفل حامي. بجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن وبديها كده رشه من الزيت، وابتدي امسحها كده عشان الرغيف بتاعنا يتحمر من تحت ومن فوق. هجيب بقى البطاطس وابتدي ان انا احطه في قلب الرغيف. بعد كده بجيب الجبنه الموتزاريلا ببتدي ان انا اضيفها، وبضيف كمان قرون شطه حراقه للي عاوز الرغيف بتاعه حراق. بعد كده ببتدي ان انا اضغط عليه واحطه في قلب الصينيه اللي هتدخل الفرن. هبتدي كمان اجيب رغيف تاني وهحط برضو نفس الحكاية البطاطس كده فيه زي ما انتوا شايفينه، بفرده كده في قلب البطاطس، وابتدي ان انا احط الجبنة اللي بتسيح. خلاص، وابتدي كده ان انا اديه كده تبطيطة كويسة. بعد كده هبتدي ان انا احطه في قلب الصينية كده. انا بقى عملت الكميه كلها. بجيب كده زيت وبالفرشه كده ببتدي امسح على الوش من فوق، عشان لما ادخله الفرن يبتدي ان هو كمان ياخد معايا لون من تحت ومن فوق، ويبقى متحمر زي رغيف الحواوشي بالظبط. اهم حاجه الفرن بتاعك بقى تكوني مشغلاه كده ويكون حامي. لو هتحطيه في فرن البوتاجاز بتحطيه على الشبكه لحد ما ياخد لون من فوق ومن تحت. انا هنا بقى هحطه بقى في الفرن بتاعي اللي هو فرن الغاز، وهبتدي كده اسيبه لحد بقى ما يستوي وياخد لون من لون كده من فوق ومن تحت. خلاص، لو طلع معاكي وحسيتي ان هو كده ناشف معاكي تبتدي بس ان انت تغطيه بس كده لمدة 3-4 دقايق. بيبتدي ان هو يرد معاكي تاني، بتلاقي الرغيف بقى الطبقة اللي هي من فوق دي كده مقرمشة، والبطاطس كده طبعا من جوه بتبقى طرية ومستوية في منتهى الجمال. حاجة بقى كده لجوع اخر الليل على فكرة. ممكن كمان تعمليه في الطاسة على عين البوتاجاز من فوق، وياخد لون من هنا ومن هنا، بيبقى فيه منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.